علاقة الأبوة مطبوعة ومصنوعة. مطبوعة ومصنوعة. كيف مطبوعة؟ مطبوعة هي طبع، لذلك لا يوجد في القرآن أي وصية للآباء تجاه الأبناء إلا في المواريث بس ما في اعتنوا فيهم واهتموا فيهم، كلها وصايا الأبناء للآباء. لذلك لا تراهن على حب أبنائك، اصنع هذا الحب، ولا يأتي فطرة ترى، لا يأتي. الماوردي يقول أول شيء في الحب للأبناء يحبه فطرة، عفوا يحبه حمية، إن هذا أبوي وأبوي أبوي أبوي أبوي. طيب في المتوسط الثانوي ما عاد هو بأبوه هو القدوة ولا هو اللي يفخر به كثير من الأبناء. طيب بعدين يصير هو فقط إما عقوق وإما إجلال. يعني في البداية هو حمية بس، ويدافع عنه ويحبه حمية منفعية، أول ما بدأ منفعية ثم حمية. لكن العلاقة مع الآباء أو علاقة الآباء مع الأبناء مطبوعة، يحبه والله لو يزعل على ولده ما يبيه يجي الشيء. مطبوعة ومصنوعة. كيف مصنوعة؟ تفاوت الأبناء بعضهم ببعض هذا حب مصنوع. مطبوع كلهم يحبونهم، الحب مصنوع. إذا قالوا لتلك العجوز، قالوا من تحبين من أبنائك؟ قالت المريض إذا حتى يشفى، والغائب حتى يأتي، والصغير حتى يكبر. لكني أنا كلهم أحبهم، بس في تفاوت، وهذا الحب المصنوع اللي تصنع بعض الظروف.